أهلا بيك في تأمل تحرير القلب بنور الغفران والمسامحة. كلنا بنطلب المغفرة من رب العالمين، لكن في نفس الوقت هيكون في أشخاص أو شخص معين جوه قلبك أذاك. الشخص ده خلى طاقتك ثقيلة وساب أثر سلبي عليك وعلى حياتك. مش هقولك إن أنت مش هتنكر الفعل أو الأذى، ولا هتقبل الأذى اللي هو عمله فيك، بالعكس. لكن المغفرة هنا إنك هتحرر قلبك من الشخص ده، هتدي لنفسك هدية الحرية، هتفك أي خيط بيشدك للشخص اللي أذاك ده، علشان نسيب روحه تمشي. وإحنا نسيب روحه ونمشي وإحنا في سلام. وآن الأوان إنك تشوف إنك مش محتاج تمشي بالتقل ده لبقية حياتك. اتحرر منه دلوقتي في التأمل ده. هطلب منك إنك تقعد قاعدة مريحة وتبدأ تغمض عينيك. خد نفس عميق، شهيق من الأنف وزفير هادي من الفم، وكمان مرة شهيق وزفير هادي من الفم. رخي جسمك ورخي كتافك ورقبتك وفكك، وحاول تحس بتقل جسمك على المكان اللي انت قاعد عليه. عاوزك تتخيل دلوقتي انك واقف تحت سما واسعة بالليل. السما صافية جدا، الجو هادي، وعلشان السما صافية فالنجوم كتير جدا وباينة، والموقف كله مليان سلام وسكون حواليك من كل حتة. كل نفس هتاخده دلوقتي معايا وانت واقف في المكان ده بينضفك من جوه، شهيق ورا شهيق، وزفير بيخرج ورا زفير. مع كل نفس بتحس ان جسمك بيرتاح اكتر وقلبك بيهدى اكتر واكتر. مع كل نفس حس بصدرك بيتوسع، مساحتك اللي جوه بتكبر. امان جدا انك تحس بالسكينة دي وبالهدوء ده. دلوقتي عاوزاك تفتكر الشخص اللي أذاك، تخيله قدامك بتفاصيله، شوفه واقف قدامك. عاوزاك تتخيل إن في خيط أو حبل بينك وبينه. الخيط ده مش باين للعين، بس هو موجود من عندك لعنده ومن عنده لعندك. حس بالخيط أو الحبل ده، مكانه فين؟ حاسس بيه في قلبك، ولا حاسس إنه موجود في بطنك أو عند صدرك؟ حاسة بيك وعارفة إن في مشاعر غضب، ظلم، ذل، خيانة، أيا كان نوع المشاعر اللي انت حاسسها دلوقتي متجمعة في المكان اللي انت حسيت بيه ده. مش غلط انك تحس كده، بس الغلط انك تفتكر انك محتاج تتحمله اكتر من كده. انت مش محتاج تشيل كل ده معاك في حياتك، وده الوقت اللي انت هتحرر نفسك من كل التقل ده. بص للخيط أو الحبل
اللي بينك وبين الشخص ده. خد بالك ولاحظ إن اللي لازق فيك مش الشخص، اللي لازق فيك هو الخيط أو الحبل، حاجة بتشدك وبتقلك، بتمنع حياتك وطاقتك إنها تبقى نقية وخفيفة. تحس بالتقل، ودلوقتي عاوزاك تتخيل إن إيدك فيها مقص. المقص ده من نور، من طاقة بيضة دافية وفيها قوة. امسك المقص كويس، خد نفس وانت حاسس بتقل الخيط اللي طالع منك. خد نفس تاني، ومع الزفير قص الخيط بحركة واحدة بس من المقص ده. هتشوف الخيط وهو بيختفي بعد ما قطعته، وهتشوف الشخص وهو صورته بتتلاشى واحدة واحدة من الدايرة اللي انت واقف فيها. هو بقى حر وانت حر. انت عارف انك مش راضي عن اللي حصل ومش متقبله، لكن مش هتعيش مربوط بيه اكتر من كده، ومش هتستنزف نفسك اكتر من كده. قول لنفسك انا اخترت اكون حر، اخترت ان قلبي يدخله النور، اخترت المسامحة عشاني انا. خد نفس وحس بالخفة اللي حصلت بعد ما قطعت الحبل أو الخيط. شوف قلبك، حس بيه، حاسس بلونه ايه دلوقتي. من شوية كان في تقل كبير قوي، كان في خيط بيشده. دلوقتي شوفه هو بينور وخفيف، عنده نور أبيض دافي قوي. النور ده بينتشر في كل جزء في جسمك وكل خلية في جسمك بتحس بيه. مع كل نفس قلبك بيتشحن بطاقة جديدة، طاقة المغفرة والمسامحة، طاقة حرية، طاقة حب وسلام. حس بالخفة، حس إن جسمك أخف، لأنك خلاص مش مربوط بأي وجع قديم. خد وقتك وحس بالمكان وبالسكون اللي بقى مليه وبالخفة اللي انت حاسسها. وقد ايه جسمك بقى مسترخي تماما وحاسس بالأمان، وإن في حمل كبير اتشال من عليه ما كانش عاوز يعيش بيه طول حياته، وأخيرا اختفى من على كتافه ومن على قلبه وجسمه وعقله وأفكاره ومشاعره، وسابك مرتاح وخفيف. تصدقني انت مش محتاج كل التقل ده. دلوقتي هنبدأ نرجع واحدة واحدة لهنا ودلوقتي. تبدأ تحس بجسمك، حس بإيديك، حرك صوابع إيديك بطريقة خفيفة جدا، حرك رجلك بالراحة خالص. ولو انت مستعد دلوقتي افتح عينيك. خليك فاكر ان المسامحة أو المغفرة دي مش هدية انت بتديها لحد. المغفرة دي هدية بتديها لنفسك انت أول واحد هيستفيد منها، أول واحد هيتحرر ويبقى حر وخفيف مليان نور
افتكر إن أنت تستاهل تعتق قلبك زيه زي أي حد بيطلب الغفران، وافتكر إنك تقدر تعمل التأمل ده وترجع له تاني في أي وقت تحس إنك محتاج تشيل من على كتافك الطاقة التقيلة دي.